صاحب المشكلة دي واقع في ورطة كبيرة جدا، محتاج إن احنا نكلمه ونقول له يتصرف ازاي. فلو سمحتوا تكتبوا رأيكم تحت في الكومنتات على المشكلة دي بعد ما تسمعوا رأيي الأول، وقولي لي أنا صح ولا غلط. يا ابني أنت كده هتروح في داهية. بص، أوقات البني آدم بياخد قرارات بيبقى هو مش عارف هي صح ولا غلط. لكن ما تاخدش قرار يوديك في داهية. يعني في قرارات أنت بتاخدها وأنت عارف إن أنت هتندم عليها بعدين. فأنت في حالتك دي أنت مفيش أحسن من الصراحة. يا تختار يا تاخد دي يا تاخد دي، لكن الاتنين هتروح في داهية. وهم هيعرفوا في أهلك في البيت في مصر هيعرفوا عادي جدا، وهتبقى خراب خراب مستعجل يعني. انت خليك واضح وصريح مع نفسك الأول قبل ما تبقى واثق، قبل ما تبقى واضح مع ناس تانية. فكر كده انت عايز انهي. انت هتفضل قاعد في ايطاليا على طول، يبقى خلاص الجولة ايطالية ويا جماعة معلش نصيب مفيش في الناحية دي، يلا باي باي السلام عليكم. هتيجي تتجوز المصرية يبقى خلاص يبقى مفيش ايطالية. لكن لو اتجوزت الاتنين بقى اقول لك ايه اللي هيحصل. اولا الايطالية تاخد نص مرتبك لو انت طلقتها. حلو. انت اصلا معكش حاجه. ده مبدئيا يعني هتتحبس. جيت بقيت انت متجوز واحده مصريه، هيبقى يعني سبت الايطاليه وجيت تتجوز المصريه، هتفضل عايش طول حياتك ندمان ان انت ضيعت من ايدك البنت الايطاليه. وطول لو انا كنت اتجوزت البنت الايطاليه ما كانش ده حصل لي. اي مشكله حصلت هتقول يا ريتني كنت عملت كذا كذا. فانت اقعد مع نفسك وركز وشوف انت عايز تعمل ايه وخد قرار. لما تاخد قرار صلي استخاره وما ترجعش فيه.